نتمنى هاد الوجبه ديال الفته الطائفيه تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. تحيه كبيره للناس ديال الطائف اللي كيديروا هاد الفته الرائعه الجميله، مغذيه ومفيده صراحه. راه وجبه مغذيه تاكليها راه ما تفكريش في شي حاجه اخرى تزيديها. سبحان الله. كنقدموها مع القهوه العربيه كتجي رائعه رائعه، والاكثريه كناكلها انا بعض الاحيان بوحدها. صحن كناكلو بوحدو على حسب القياس ديالي. اللي بغى يديرها ميدمه يزيد على حسب عينو وميزانو كما كنقولوا، يزيد الزبده او السمن، يزيد يدمها. اللي بغاها حلوه يزيد التمر، اللي ما بغاهاش نفس القياس اللي اخذت انايا راه كافي بالنسبه لهاد الحافظه اللي عندي. كنتمنى هاد الفيديو ان شاء الله يعم الفائده ويشوفوه الدول ويطبقوه بنفس الطريقه اللي درت انايا. اللي ما بغاش يدير هاد الكميه يجرب بكميه قليله ويجرب، راها زوينه تنفعوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بالف خير ويلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو باحسن حال. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الفته سعوديه معروفه في مدينه الطايف كدار بالتمر. هي اكثريه كتجي بالدقيق البر، وانا ما عنديش الدقيق البر وحاولت ندير بالدقيق الابيض، ماشي مشكله. هنا حطيت رشه ديال الملح على حسب القياس، وحطيت ملعقه ديال الزيت. اللي كتحتاج في هذه الخلطه وهذه الفته اللي كما كتقولوا كتحتاج الزبده. انا غناخذ واحد القياس اللي غيكفاني، وهنايا كما كتشوفوا عندي كميه ديال التمر اللي غنحتاجها. دابا غندوز غنعجن الخلطه وغتشوفوا الطريقه كيفاش غندير ليها. كتجي سهله ومفيده هذه. بالنسبه لي انا عندي واحد الزياره للجاره وما بغيش نطلع بيدي خاويه، حاولت نطلع بشي حاجه اللي نطلع عليها. ما عجنتها بحال هكا عجينه عاديه. دابا غندوز غنقرصها فوق الفراح او المقله او الصاج، كل بلد كيفاش كيسميها. لا دابا سخونه جاهزه، بقى لي غنقرص العجينه. ما قرصتها في الصاج وزدت على شويه الفرن باش تطلع العجينه داغي. بعد ما طابت يعني من جوج وجوه، رانا خليتها تحمرت بزاف، تشغلت صافي. دابا غنطفي عليها وغندوز غنقطعها اطراف اطراف وكما غتشوفوا معايا ان شاء الله باذن الله. بعد ما طابت يعني من جوج وجوه، رانا خليتها تحمرت بزاف، تشغلت صافي. دابا غنطفي عليها وغندوز غنقطعها اطراف اطراف وكما غتشوفوا معايا ان شاء الله باذن الله. ما قطعتها اطراف بحال هكا. دابا عندي الخلاط هنايا غنقطع. دابا راه سخونه سخونه بزاف، غنقطع بحال هذا الحجم بحال هكا، يعني قطع صغيره صغيره، ونحط واحد الكميه ديال هاد الفطيره بحال هكا، ونولي نحط مثلا جوج حبات ولا ثلاثه ديال، وكنمشي نفس الطريقه كنكمل بحال هكا بحال هكا كنمشي، لانها باقا سخونه فهمتوا، بقى سخونه بزاف. وغنحط الحافظه حدايا والزبده راه كتذوب. نطحن بحال هاد الطريقه بحال هكا، وكنحط هنايا في هاد الحافظه باش تتبقى سخونه. بالنسبه انا بديت كنكب الزبده ونسيت بانني كنصور. انا كما كتشوفوا راه كبيت واحد الكميه ودابا غنزيد. اما بالنسبه للزبده او السمن راه الاختيار تيبقى ديالكم نتوما، واش بغيتوها ميدمه، واش بغيتوها خفيفه، واش يعني على حسب المذاق ديالكم نتوما كيفاش بغيتو هاد الفته تجيكم. حلوه بالتمر ما حلواش على حسب كتذوبوا. يعني بالنسبه للتمر انا حطيت هذيك الكميه اللي غتناسبنا، يعني بحال هكا. وغنبقى نخلط مزيان حتى يتجانس الخليط ديال الفته. وإلا حسيت بها ناشفه يعني ناشفه مزيان غنزيد الزبده. اما بالنسبه للتمر يكفي، انا اكتفيت بهذاك الشيء، ما بغيتهاش تجيني حلوه بزاف بزاف. واللي بغاها يزيدها بصحتهم وراحتهم. يعني انا هاد الشيء اللي كنوجد. كنتمنى هاد الطريقه اللي صاوبت تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله. راه سهله وزوينه، ولكن راه وجبه مغذيه يا البنات. البنات والرجال اللي كيشاهدني، شكرا لكم على المشاهده وشكرا لكم على الكلمات الطيبه الرائعه الجميله بحال قلوبكم.